عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن فرس المجاهد ليستن في طوله، أي يذهب ويجيء في مرح ونشاط وهو مربوط في حبله فيكتب له حسنات، فإنه بذلك يبين لنا أن المجاهد لا يثاب فقط على جهاده ورباطه، وإنما يثاب أيضا على أكله وشربه ونومه، بل حتى على حركة حصانه وهو مربوط بحبله. ويأتي هذا الحديث ليبين لنا أن ثمة مواسم للخير يزيد أجر العامل فيها بالخير على أجر المجاهد في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله من أيام 10 من ذي الحجة. قال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. 10 أيام من العمل الصالح في ذي الحجة أفضل من 10 أيام من الجهاد فيما سواها.